بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أول حاجة خلوني أعتذر بس على صوتي عشان تعبان شوية، لكن بصراحة ده ما يمنعنيش إن أنا أعمل الفيديو ده ليكم برضه، لأني عارف إن في ناس كتيرة مستنية تعرف أكتر عن باور بي أي وإزاي تحوله لمصادر دخل حقيقية. إحنا إن شاء الله في الفيديو ده هنشارك معاكم واحدة من أهم المشاريع اللي اشتغلت عليها باستخدام الباور بي أي، واللي فعلا كانت تجربة مليانة تفاصيل ونصايح، يعني تستاهل إن أنتوا تتفرجوا في الفيديو ده عليها. ومش بس كده، ده اللي أنا هعمله، لأ، أنا إن شاء الله في بداية الفيديو هقول لكم إزاي نقدر نحاول نلاقي أول عميل، لأن أول عميل هو بيبقى أصعب عميل أنت محتاج تلاقيه. الفيديو ده إن شاء الله هيبقى مقسم معانا على 4 أجزاء. أول جزء إزاي تلاقي أول عميل ليك وإزاي تشارك شغلك. تاني جزء إن شاء الله إزاي لقيت العميل ده، يعني الجزء التاني بقى هيبقى خاص بيا إزاي أنا لقيت العميل ده. تالت جزء إيه اللي طلب مني أصلا في البروجكت. ورابع جزء هو تفاصيل الداشبورد اللي أنا صممته عشان خاطر الشركة تتواصل معايا. الفيديو ده إن شاء الله معمول مش بس عشان أشارك تجربتي، لكن كمان عشان أديكم خطوات عملية تساعدكم تبدأوا بنفسكم. يعني مش فكرة إن أنا أقول لك كلام نظري وخلاص، لا، الفيديو إن شاء الله هيبقى فيه حاجات عملية أوريدي أنا اشتغلت عليها بإذن الله. فيلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه كده ان شاء الله ازاي نقدر نجيب اول عميل. فخليني كده اقول لك الاول الطرق المختلفه اللي ممكن تكسب منها فلوس باستخدام الباور بي اي. اول حاجه زي ما قلنا الفريلانس، وده شرحناه كتير قبل كده وقعدنا نتكلم قبل كده عليه كتير. الفريلانسنج يا جماعه هو بيبقى باب رزق ليك فعلا، وخصوصا في ادوات كتيره، باور بي اي بقى، بايثون، مش عارف ايه، اي سكيل انت عارفها ان شاء الله تقدر تجيب منها فلوس. بس الفكره في حاجه، الفكره ان انت في الفريلانس الكومبيتيشن عالي والمنافسه عاليه، فإن أنت تعتمد بس على الفريلانس ده بيبقى صعب ليك أوي في البداية. فأنت ممكن تنوع المصادر بتاعتك إن أنت تجيب أول عميل، إن ما يبقاش بس من الفريلانس، وخاصة إن أنت بتبقى لسه شغلك مش أقوى حاجة، وفي ناس بتبقى أوريدي موجودة وعندها تقييمات عالية والكلام ده كله، مواقع كتير بقى زي أب وورك، خمسات، زي مستقل، وهكذا. بس إن شاء الله هحاول أقول لكم برضو أفكار تانية تحاولوا تجيبوا منها شغل بعيدا برضو عن الفريلانس، أو تبقى انت متواجد على الفريلانس وتحاول تخش تعمل لك اكونتس على المواقع دي، وده تبقى ماشي بالتوازي معاها جنب شغلك في الفريلانس. ايه هي الحاجة التانية دي؟ النتورك او الشبكة بتاعتك كمحلل بيانات. كتير من الفرص بتكون عن طريق ترشيحات. كانت دراسة معمولة قبل كده بتقول لك ان اكتر ناس بتلاقي شغل هي بيبقى عن طريق الريكومنديشن او عن طريق الترشيحات. طب انا محتاج اعمل ايه عشان خاطر اجيب ترشيحات او عشان خاطر ازود النتورك بتاعتي؟ اول حاجة لينكد ان ده لازم يبقى صديقك، يعني لينكد ان ده لازم يكون معاك في كل حاجة. اهم الادوات فعلا اللي بتساعدك تقدر تعمل نتورك هو لينكد ان. ابدأ بان انت تحاول تعمل تحديث للبروفايل بتاعك، حاول تشوف ايه اللي ناقصك فيه، اتفرج على فيديوز بتقولك ازاي تقدر تطور البروفايل بتاعك كلينكد ان، ابحث عن ناس شغالين في نفس المجال اللي انت شغال فيه. يعني انت از داتا اناليست واحنا هنا بنتكلم عن داتا اناليسيس، خش شوف كل الناس اللي شغاله في الداتا اناليسيس، وخش شوف الناس المعروفه في الداتا اناليسيس وابدا اعمل لهم كونكت. حاول ان انت تبقى متابع ليهم في لينكد ان عشان خاطر تزود النتورك بتاعتك، سواء حتى من نفس البلد او من بلاد تانية مش هتفرق. ممكن كمان تكتب عن نفسك او المشاريع اللي انت عملتها، حاول تعمل بروجكتس كتير تبدا تكتبها، تشير البروجكت بتاعتك على لينكد ان، تقول المشكله اللي قابلتك ايه في البروجكت وحاولت تحلها ازاي، والتفاصيل دي كلها. تاني حاجه انت محتاج تخش جروبس الناس موجوده فيها، جروبس اذا كانت على الفيسبوك، جروبس اذا كانت على الواتساب، مش هتفرق. بس الفكره ان انت محتاج تبقى متواجد على الجروبس اللي فيها ناس برضه مهتمه بالداتا اناليسيس، اول حاجه اللي انت مهتم بيها. جروبس على الفيسبوك، اكتب اي داتا اناليسيس جروبس، هتلاقي جروبس كتير، وابدا خش فيها وشوف الاشهرهم وخش فيها، بحيث ان انت تبقى اب تو ديت حتى في المجال، لما حد ينزل حاجه، لما حد ينزل بروجكت ليك، وانت نزل بروجكتس ليك برضو في الموضوع دوت. بالمناسبه احنا عاملين جروب واتساب، تمام، خاص بالبيانات، بنشارك فيه خبراتنا، بنشارك فيه مشاريعنا واي حاجه مفيده ممكن تفيدك في المجال. لو حابب تخش معانا جروب الواتساب هسيب لك اللينك برضو في الديسكريبشن، لعله ان هو يكون مساعد ليك ان شاء الله برضو في ان انت تزود فكره النتوركينج عندك. زي ما قلت لك، شارك مشاريعك على لينكد ان، شارك مشاريعك على بيهانس. ده لو هتعمل حاجه بالباور بي اي مثلا، كل ده هيفيدك في ان انت تتشاف اكتر، هتتشاف اكتر، فرصك هتزيد ان انت تلاقي شغل اكتر. فدي الجزئيه الاولى اللي انا كنت محتاج اقولها لكم ضروري، ان انت محتاج تشارك شغلك ومحتاج ان انت تزود النتورك بتاعتك. خليني اخش في الجزء التاني من الفيديو ان شاء الله، وهو تجربتي انا ازاي لقيت العميل. بالنسبه للعميل يا شباب، انا مش انا اللي لقيت العميل، هو اللي لقاني. طب لقاني العميل ازاي؟ عن طريق بروجكتس كنت منزلها على الفيسبوك، هو دخل تواصل معايا وقال لي عايزين نعمل واحد اتنين تلاته. فدي جزئيه حبيت اقولها لك بس سريعا كده، ان العميل مش انا اللي لقيته، هو اللي دخل بعت لي عن طريق ان انا كنت مشارك بروجكتس على الفيسبوك. فده يقول لك ويديك انديكيشن ازاي فعلا
ان انت لما بتشارك البروجكتس بتاعتك دي بتساعدك ان انت تلاقي عملاء، وتيجي ناس تخش تقول لك انا عايز اعمل حاجه زي كده، انا عايزك تعمل لي بروجكت وهكذا. ده بالنسبه للجزئيه دي. طب بالنسبه لتفاصيل البروجكت اصلا ايه اللي اتطلب مني بالظبط؟ اولا ما بعتتليش الداتا اللي فيها البيانات الحقيقيه، لان الشركات في الغالب ما بتبعتش الداتا الحقيقيه بتاعتها. في الكيس بتاعتنا هنا هي الشركه هنا عملت ايه؟ الشركه بعتت السنه دي انا اللي عاملها كمان، دي مش سنه حقيقيه. الكود دي اكواد حقيقيه، المنتج حقيقي، الوحده حقيقي، والصنف حقيقي. بحيث ان انا ليه خدت الكلام ده كله؟ عشان خاطر بس يبقى فيه سيمبل داتا نقدر نبني عليها على حاجات واقعيه. فهم ادوني ده، لكن بقيه الارقام والسعر والكميه، بص حتى انا عامل حاجات ارقام عشوائيه اهي، واحد اتنين تلاته عن طريق الاوتوفيل، عشان خاطر اقدر بس ان انا اعمل بيهم الداشبوردز والكلام ده كله. وهم يرجعوا يحطوا بقى الداتا الحقيقيه بتاعتهم، مفيش اي مشكله. انا كده كده هنربط الاكسل بالباور بي اي، وهم لما يرجعوا يحطوا الداتا بتاعتهم ونعمل ريفرش، الداتا بتاعتهم هتظهر الحقيقيه. طب الداتا عباره عن ايه؟ كانوا طالبين اربع حاجات. اول حاجه هم طالبين مبلغ الاصناف. يعني ايه؟ يعني عايز يعرف الاصناف، كل صنف هو الجاب بكام. يعني ايه الاصناف، وايه اكتر صنف الجاب بكام. دي هيبقى ان شاء الله داشبورد عن البرتشيزنج ريبورت، او المشتريات، الحاجات اللي الشركه قاعده عماله تشتريها، عشان خاطر الشركه ما تبقاش قاعده عماله تشتري حاجات، تبقى فاهمه هي بتشتري ايه وما بتشتريش ايه، وايه اكتر حاجه اشتريتها وايه اقل حاجه اشتريتها وهكذا. فاول حاجه كانوا طالبين ان احنا نعرف اكتر منتج احنا اشتريناه واشتريناه بكام. ده اول حاجه في الداشبورد. تاني حاجة هو كان محتاج يعرف توزيعة الأصناف، يعني أكتر صنف جاب إيه. كان مثلا هنا عندنا الأصناف تعبئة وتغليف، قطع غيار، كيماويات، مستهلكات. كان عايز يعرف أكتر صنف الجاب بكام، وإيه أكتر أصناف إحنا بنصرف عليها فلوس وهكذا. دي حاجة تانية برضه هو كان طالبها. الحاجة التالتة هو كان عايز يعرف توزيع الأصناف من حيث السعر. الحاجة اللي بعد كده كان عايزها، كان عايز يعرف بالنسبة للسنين، يعني عايز يشوف كل سنة هو صرف كام، يعني يقدر يقارن 22 ب 23 وهكذا. دي برضه سنين مش حقيقية، أنا حاطط أي سنين عشوائية من عندي، عشان خاطر هما ما ادونيش الداتا بتاعت السنين كلها، هما ادوني داتا سنة واحدة بس، وأنا اللي بدأت أوزعهم على كام سنة كده، بحيث إن هما يبقوا إيه، متماشيين على إنهم داتا حقيقية. فهو عايز يعرف كل سنة هو الشركة صرفت كام، إحنا في زيادة في المصروفات ولا بنقل في المصروفات، ولا الشركة ماشية كونسيستنت في من حيث المصروفات. حاجة كمان برضو كان عايز يعرفها في الداشبورد، عايز يقدر يعرف الريمينينج بالانس. عايز يعرف كل حاجة يشتريها وتضاف هنا في شيت الإكسل، يروح هناك في الباور بي أي يعمل ريفرش، يشوف هو باقي له قد إيه من الريمينينج بتاع البادجت. يعني البادجت مليون جنيه، باقي منها قد إيه. إذا كان باقي منها من المليون جنيه باقي 50,000 جنيه، باقي 100,000 جنيه. ونقدر نعرف الحاجات اللي اتصرفت وأكتر حاجات اللي اتصرفت، فالداشبورد تديله إنديكيشن كامل. فخلينا نخش نشوف الداشبورد ونشوف اتعملت إزاي. تمام. بالنسبة للداشبورد يا شباب، هنلاقي إن فوق أهو في عندنا لاست ريفرش، عشان يقدر يعرف آخر مرة عمل فيها ريفرش كانت إمتى، بحيث إن هو لو في داتا جديدة اتضافت، في حاجة جديدة اتضافت، يقدر يظهر له آخر مرة اتعمل فيها ريفرش للداتا دي أول حاجة. تاني حاجة ده شكل الهوم بيج أو الكفر بتاع الكفر بتاع الريبورت، أو الكفر بتاع الداشبورد. تمام. بحيث إن إحنا حطينا فيه لوجو الشركة، وفي نفس الوقت حطينا فيه اسم الشركة، وحطينا إن هو ريبورت عن إيه بالظبط. بعد كده بيبقى عندنا الايكونز اهي اللي بتقدر تدخله، دي الايكون اللي بتدخله على الداشبورد، ودي الايكون اللي بتدخله على الديتيلز او التيبل اللي هو عايز يشوف التفاصيل بتاعتها. فخلينا نخش كده على الداشبورد. نيجي نخش كده على الداشبورد، هنلاقي ان الداشبورد تظهر له ايه؟ بتظهر له اول حاجه التوتال اكسبندتشر، اجمالي المصروفات اللي الشركه صرفتها. تاني حاجه البادجت ريميننج اللي احنا قلنا عليها، باقي قد ايه من البادجت. يعني طبعا عشان دي داتا فيك مش حقيقيه، انا عاملها بس كده. ظهر لي ان المصروفات 7 مليار، طبعا ما فيش 7 مليار خالص دي، ده هي بس داتا عشوائيه كده، وانا عامل اوتو فيل بالاكسل مش اكتر. ظهر لنا مثلا اهو اللي باقي من البادجت، ان البادجت مثلا 8 مليار، باقي من البادجت 550 مليون. فظاهر له إن إحنا صارفين أهو من البادجت 93%، وباقي من البادجت 7%. دي أول إنديكيشن بيقدر يعرفها من التو كاردز دولت، إن هو يعرف اللي صرف قد إيه واللي باقي من البادجت قد إيه. تاني حاجة بيظهر له في الداشبورد، بتظهر له الاكسبندتشر أوفر ييرز، يعني المصروفات بتاعته خلال السنين 21 22. هنلاقي إن مثلا في 24 طلعت جامد، وبعد كده في 25 بدأت تقل تاني وهكذا. طبعا برضو بنوه تاني، دي داتا مش حقيقية خالص. فده بالنسبة للإكسبندتشر أوفر ييرز، عشان يقدر يعرف كل سنة مصروفاته كانت رايحة فين. بعد كده الإكسبندتشر باي كاتيجوري، عشان يقدر يعرف أكتر صنف صرف إيه، وأكتر صنف صرف قد إيه في المية من توتال البادجت، وإيه الصنف اللي بيتصرف عليه كتير. كل التفاصيل دي بيقدر يعرفها من الباي تشارت هنا،
عن طريق ان احنا شايفين مثلا كأن الباي تشارت اهي مبين لنا ان قطع الغيار اتصرفت 76%، و10% اتصرفت على المهمات، والكيماويات اتصرف عليها 10%. كل ده قدر يعرفه عن طريق الباي تشارت دي. طبعا هو عشان في حاجات في الداتا برضه مش حقيقية، فإن تيجي تشوف أهو هتلاقي إن not used delete deleted، كل الكلام ده بعد كده تنزل تلاقي اهي حاجات صرفت مثلا 8 مليون، حاجات صرفت مش عارف ايه مقص طبي 4 مليون وهكذا. بيظهر له كل المنتجات. طبعا دي حاجات ظاهرة كده اللي هي not used وديليت وديليتد، الحاجات دي هم باعتينها لان احنا مش هينفع نظهر الداتا الحقيقيه، فدي حاجات بس سامبل كده بحيث ان احنا نظهرها. حتى أنا البيانات اللي اتبعتت لي ما كانتش بيانات حقيقيه، فهي دي الفكره عشان خاطر بس تقدر ايه تعمل الداشبورد وهم يحطوا البيانات من عندهم. كده هنلاقي الايكونز اتحطت هنا المره دي في الجنب، بحيث ان انا تدوس كده يظهر لك الفلتر لو عايز تفلتر على سنه معينه. تمام، لو عايز تجيب 21 بس، لو عايز تجيب من 21 ل 22 تقدر تقارن ما بين، تقارن في ال3 سنين دولت بس. لو عايز ترجع تجيب السنين كلها من اول وجديد، حابب تجيب منتج واحد المهمات مثلا، حابب تجيب المستهلكات، فانت تقدر ساعتها تقارن منتج واحد بس وتشوف المنتج ده مثلا التوتال اكسبندتشر بتاعته قد ايه، 1% من البادجت. يعني مثلا لو جينا جبنا هنا اهو المهمات، بظهر لنا إن هو 10% من البادجت، المستهلكات 1% من البادجت، وهكذا. وبالنسبة للسنين عايز ألغي الفلتر تاني، بقدر ألغي الفلتر من هنا، وبخش ساعتها بعدها على التيبل اللي فيه الديتيلز والتفاصيل كلها. فباجي أخش أهو في الأيكون، هيظهر لنا بالنسبة للديتيلز أو التيبل، هيظهر لنا الديتيلز أو التيبل هنا اللي احنا اوريدي شفناه في الإكسل، بس المرة دي معمول كأنه ماتريكس، معمول إن هو متجمع مع بعضه. عملنا حتة كده كاتيجورايزنج للداتا إن هو أحمر لما المواصفات تبقى عالية، وأخضر لما المواصفات تبقى معتدلة. الإجمالي هنا طبعا دي أرقام عشوائية برضو، والكمية نفس الحكاية، بيقدر يشوف الكمية ويقدر يشوف الإجمالي بتاعها كام، ويقدر يشوف المواصفات لو مرتفعة ولا في الأفريج والدنيا كويسة بالنسبة له. بعد كده هنا عندنا في الديكومبوزيشن تري ديت بتوري له الكميات، ان احنا الكميات الحاجات اللي احنا اشتريناها كذا. طب قطع الغيار اكتر واحده هي عامله كميات، بعدها المهمات. طب انا اشتريت قطع غيار ايه، بدوس هنا واجيب هاي فاليو واشوف اكتر قطع غيار سيارات مثلا، اكتر كميه في قطع غيار السيارات او قطع غيار عامه اتصرفت. ماشي، هنلاقي هنا سي بي وسي بي مش عارف ايه وجهاز قياس نسبه الاضاءه والكلام ده كله. فبقدر من الشكل دوت اقدر اعرف اكتر كميات اتجابت في منتج معين اذا كان قطع الغيار. طب انا عايز اشوف في المهمات، بقدر ادوس على المهمات وتجيب لي اهو ختم الارقام، بعد كده ختم تاريخ. كل دي فلوس اتصرفت على المهمات، فترة إيصال استلام نقدية مثلا، دفتر إذن صرف نقدية. كل دوت قدرت إن أنا أدوس عرفت إن الكميات في المهمات متوزعة إزاي وإيه أكتر حاجات اشتريتها. الكيماويات نفس الحكاية، التعبئة والتغليف. وبعد كده عندك المستهلكات، تمام، تقدر تشوفها كلها هنا. وعايز تلغيها تاني وترجع تشوف الأصناف بس، تقدر تلغيها من هنا. طب لو عايز تعمل فلتر على الكلام ده كله، بتقدر تفتح الفلتر هنا. لو عايز تشوف سنة معينة بقى المصروفات في سنة معينة، أنا عايز أشوف المصروفات في 2021 بس، تمام. هنلاقي إن 2021 مثلا كان فيها تعبئة وتغليف بس، ما كانش فيها غير كده. لما نيجي نزود أهو مثلا، عايز أشوف 2021 و2022، وعايز أزود سنة كمان أخليها 23. طب خلاص انا عايز ارجع اشوف السنين كلها تاني زي ما كانت، بلغي الفلتر خالص وترجع السنين كلها تاني زي ما كانت. ده بالنسبة لتفاصيل الداشبورد. طب ازاي بتجيب تمبلت الداشبورد، ازاي بتقدر تعمل الالوان عشان خاطر اللوجو بتاع الشركة، انت جبت الالوان بتاعته ازاي، الكلام ده كله ده برضه هقوله لك. اول حاجه يا شباب، بالنسبه ان انت عشان تستلهم افكار وانت بتعمل الداشبورد، بتقدر تخش على موقع زي بيهانس، بيقدر يجيب لك تمبلت للداشبوردز، بتقدر تحاول تستلهم منها افكار. تقدر تحاول زي اكنك كده جرافيك ديزاينر بيحاول يعمل حاجه زي التغذيه البصريه، تبدا تشوف افكار لداشبوردز. عجبتك داشبورد تقدر تخش عليها، تمام، وتبدا تحاول تستلهم افكار منها والتوزيع بتاعها والكلام ده كله والالوان. التفاصيل كلها بتاعت الداشبورد اهي، مثلا داشبورد شبيهه للي احنا عاملينها، لان انا كنت مستوحي مثلا الفكره من هنا برضو. عادي جدا، ده مش حاجه عيب، انت مش بتسرق، لا، انت بتعمل حاجه زي شبه التغذيه البصريه، بتجيب منها افكار وهكذا. تشوف داشبوردز تانية، تمام. وبتقدر تكستمايز بقى الفكره على مقاسك انت، يعني بتقدر بعد كده تعمل كستمايزيشن للفكره بتاعت الداشبورد مع الحاجه اللي تناسبك انت. ده بالنسبة لإن أنت تقدر تستخدم تمبلت جاهزة للداشبورد. طب الألوان، أنا عجبتني مثلا الألوان بتاعة الداشبورد ديت مثلا، أو الألوان اللي أنا عايز أستخرجها من اللوجو. عايز أستخرج ألوان من اللوجو بتاع الشركة عشان خاطر أخلي
التمبلت بتاعت الداشبورد ماشي عليه. بقدر استخدم ايه؟ بتقدر تستخدم موقع اهو زي ادوبي كولر. ادوبي كولر بيتيح لك ان انت تقدر تجيب الالوان اللي موجوده او البراند كيت اللي موجوده جوه اللوجو، اللي موجوده جوه اي حاجه، اي صوره انت عايزها. طب بتعمل سيلكت للصوره، فهتبدا بقى تشوف، انت بتحدد اللون ده مثلا، اللون اللي في الباك جراوند اهو، وبتقدر تاخد اللون ده كوبي وتستخدمه على طول في الالوان اللي انت عايزها. عايز اللون دوت، عايز اللون دوت، وهكذا. بيجيب لك اهو البراند كيت او الالوان اللي موجوده في الصوره كلها، بحيث ان انت اي لون انت حابه تقدر تستخدمه بان انت على طول تاخده كوبي وتبدا تحطه في الديزاين بتاعك، او تقدر تحطه في الداشبورد بتاعتك. ده بالنسبه لادوبي كولر. عشان خاطر برضه اللوجو، تقدر تاخد الالوان بتاعه اللوجو، تقدر تعمل براند كيت تخلي الداشبورد ماشيه مع نفس الوان اللوجو. ادي دي جزئية تانية برضو هتفيدك جدا. موقع زي ده كمان تقدر تستخدمه في فكرة ان انت تقدر تجيب منه الايكونز. تمام، تقدر تجيب منه الايكونز اللي انت محتاجها كلها عشان خاطر تقدر تحطها في الداشبورد. زي ما انا الداشبورد وريتها لكم كده مثلا، كان فيها فكرة الايكونز ديت. تمام، بتقدر تجيب الايكونز ديت كلها عن طريق الموقع ده. بيفيدك في ان انت لو محتاج اي ايكون هتستخدمها في اكسل، هتستخدمها في داشبورد، في الباور بي اي، ايا كان المكان اللي هتستخدمها فيه، بيتيح لك ان انت تقدر تاخد الايكونز ديت كلها فور فري. موقع كمان برضو هيفيدك جدا وهو موقع كانفا. موقع كانفا طبعا غني عن التعريف، تقدر تعمل فيه اي تصميم انت عايزه لاي صورة لاي حاجة. بتقدر تخش تشوف، بص، كمية حاجات، دوكيومنتيشنز، فوت اديتور، لو عايز تعمل تصميم لحاجة معينة، بي دي اف، كل اللي انت تتخيله موجود. حتى الثامنيلز بتاعت اليوتيوب احنا بنستخدم فيها كانفا بالمناسبة. يعني في ناس كتير بتستخدم كانفا بان هي تعمل الثامنيلز بتاعت اليوتيوب. كل ما تتخيله ليه علاقة بالتصميم هتلاقيه جوه كانفا. يعني حاجة صراحة لا يعلى عليها. انت لو حابب تشتري في كانفا، بعيدا عن الأسعار الغالية قوي بتاعت الاشتراك في كانفا، الاشتراك دوت، في اشتراكات تانية أقدر أساعدك بيها إن أنت تقدر تشترك في كانفا. موضوع أبسط من كده بكتير. إن شاء الله ابعت لي بس على الفيسبوك، تلاقي صفحة الفيسبوك سايبها تحت، ابعت لي على الماسنجر وقول إن أنت حابب تشترك في كانفا، وأقول لك تعمل إيه عشان إن شاء الله تشترك في كانفا بطريقة أسهل، بحيث إن أنت تاخد كل الصور البريميوم والتمبلتس البريميوم اللي تساعدك في شغلك بإذن الله. ويساعدك هو في حد ذاته أصلا، بيجيب شغل إن الناس بتطلب منك حاجة تصميم بسيط مش عارف إيه الكلام ده كله، بتقدر تعمله وبتبقى بفلوس. فكانفا لازم تتعلمه عشان خاطر هيفيدك في حياتك عموما، بعيدا بقى عن تحليل بيانات، أو بعيدا كمان عن الداشبوردز والكلام ده كله. هو هيفيدك في حياتك العادية، هيفيدك في أي تصميم أنت عايز تعمله. فده الفيديو بتاعنا يا شباب، حاولت أوضح فيه كل حاجة ليكم بالتفصيل، حاولت أوضح لكم الخطوات كلها. شكرا لوقتكم وأشوفكم الفيديو الجاي.